انك تخلي البالون يطير هذا شيء عادي، بس انك تقدر تتحكم به وتخليه يروح بالاتجاه اللي انت تريده، هذا الشيء ابدا مو عادي. ولكن اليوم راح نعلمكم شلون تسوون هذا الشيء بتجربه كلش بسيطه من النرد العربي. اذا راح نحتاج بهاي التجربه شغلات بسيطه، عندنا شويه هيليوم، وايضا اهم شيء اللي هو النفاخه، عندنا خيط شوي ثقيل، وايضا مقص. راح نملي النفاخه مالتنا او البالون، هذا بعد ما نحتاجه. هسه نعقد هذه الهيليوم بطبيعه الحال اخف من الهواء لذلك يصعد من الاعلى، بس حتى ما نخليه يطير راح نشد به خيط. هذا الخيط راح نخليه يكون بوزن بالونة الهيليوم بالضبط، من خلال انه مجرد نعوفها تصعد. هسه راح نعرف انه الطول مال هذا الخيط يعادل وزن هذه البالونة بالضبط، لذلك نقصه تقريبا هنا. هسه راح ناخذه ونلفه على البالونة. هسه صار هاي البالونة صار بيها وزن يعادل الوزن مالتها بالضبط، لذلك وين ما راح احطها ما راح تصعد لأعلى. فهسه تأثير الجاذبية عليها اختفى، فبقى تأثير واحد اللي هو تأثير الشحنات الكهربائية على البالونة وأيضا على إيدي. فبالتالي تشوفون إن هي تنجذب إلي، لذلك إذا حطيت إيدي راح تروح بهذا الاتجاه. بسبب هذا الشيء هو الشحنات الكهربائية اللي عليها وتأثير القوة الكهرومغناطيسية اللي ما بين إيدي وما بين البالونة.